واش يوتيوب صافا بخير لاباس عليكم اموركم مزيانه. في هذا الفيديو هذه غادي ندوي لكم على ليكسبيريونس ديالي اللي دوزت في الباك. تقريبا صحاب الباك راه ما بقى لهم والو باش يدوزوا، بقى لهم تقريبا شي شهر، وقلت علاش ما نحطش لهم هذا الفيديو باش يحاولوا يستافدوا من الاغلاط اللي درت انا في الباك وما يحاولوش يديروهم حتى هما في الباكالوريا ديالهم. فوالا في هذا الفيديو هذه غادي نحاولوا ندوي على المشاكل اللي دوزت انا في الباك، القرايه ما بين البريفي والبوبليك اكزاكتومون في الباكالوريا، المشاكل اللي كيطراو لك في بريباراسيون ديك التلفه ديال الباك، والخلعه ديال النهار كتبغي دوز الوطني. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف في الهضره، اللي ما عندوش الانستغرام ديالي غادي نحطها لكم هنايا، دخلوا تابوناو فيها وتما راه كنسول لكم على لي سوجي اللي غادي نحط لكم في يوتيوب. نبداو. مهم بزاف كيتسالوا اش من فيليير انا كنت داير. المهم انا كنت داير فيليير تكنيك. الناس اللي ما عارفينش الفيليير تكنيك المهم غادي نحاول نعطيكم على كيلكوز انفورماسيون. المهم بالنسبه للتكنيك في الجهه وراه ما تدوش فيها الاجتماعيات، وفي الباك في بلاصه اس في تي كدوز سيونس دانجينيور. رابور لي فيليير الاخرين اس في تي و بي سي هي راه زوينه عليهم وفيها افاق اللي زوينين اللي تقدر تجيب النقطه با مع 12 13 وتمشي للمدارس اللي زوينين. المهم جاش في السيزيام وجا الصيف، وكاي اب كينصح ولد ديالو باش يبدا القرايه في الصيف باش اون فوا يبدا لاني سكولير يكون واخد واحد الفكره على الباكالوريا كيفاش دايره. انا سيدي ما درت حتى شي حاجه في الصيف، بقيت عطا غير اللعب الزهو والنشاط. قلت انا مالني سيدي على راسي، خليتها يبدا الباك ديك الساعه ونبدا معاه في القرايه. المهم هذا هو اول غلط كنت درت، والبريباراسيون حتى في الدوره الاولى سيدي حتى هي ما بديتهاش. الغلط الثاني اللي درت هو انني ما كنتش كندوز السوايع في الدوره الاولى. قلت سيدي خلي الدوره الاولى ندوزها غير مع البروف في المدرسه وكذا، حتى الدوره الثانيه ونبدا ندير السوايع. والسوايع اللي كنت كندير ما خليت اي ماده درتهم فيها، الفيزيك، سيونس دانجينيور، الماتش، الفلسفه هي اللي اخرى درت فيها اسيدي السوايع، الا لونجلي سيدي بيكوز اي سبيك انجلش فيري جود. المهم انا كنت واخد الباك ماشي بجديه صراحه، كنت واخده باستهتار، ما كنتش كنحفظ ليه بزاف، والدرس اللي درته صراحه ما كنتش كنجي نراجعه في الدار، كنت كنقول راه غير كارطونه غادي نشدو غادي نلوحها، وفعلا راه كارطونه شديتها وراني دابا لايحه. انا غنوريها لكم. هاهي شو بس لا الاخر شحفتي المغرب كامل. باك هذا ما عندك ما دير به. لا شوف ثقوا بيا، اي واحد كيقول لكم هاد الهضره ديال الباك راه والو، الباك كذا، الباك هو المفتاح ديال المستقبل ديالكم باش تكمل في شي ايكول اللي زوينه وتبني المستقبل ديالك اللي يكون زوين وتخدم شي خدمه اللي تكون زوينه. داكشي علاش خاصكم تجيبوا شي نوط اللي تكون مزيان. اغلبيه ديال المشاكل اللي كنت كنلقى انا في الباك ديالي او اغلبيه ديال المدارس في المغرب اللي كيلقاو هذا المشكل هذا هما لي بروف. راه اكثر حاجه كنا كنعانيو فيها هما لي بروف كيكونوا مكفسين في لي ماتش برينسيبال. انا صراحه كانوا عندي دي بروف مزيانين في الماتش وفي سيونس دانجينيور اللي كانوا لي ماتش برينسيبال، الا بروف واحد اللي كان عندي في الفيزيك راه حاله يرثى لها. كنا كندخلوا عند البروف ديال الفيزيك ولدرجه الشرح ديالو كان مكفس، وكان كيقول واحد الكلمه بزاف اللي هي انتبه، لدرجه داك الشرح المكفس ديالو كنا كنحسبوا ليه شحال من انتبه كان كيقول في القسم. واحد النهار حسبنا ليه 200 انتبه قالها في القسم. وتخيل معايا انت كنتي كتدخل عنده ساعتين ديال الفيزيك كان كيقول 200 انتبه غير في ساعه، و200 الاخرى كتبقى دير الشرح ديالو المكفس. كيفاش بغيتي تقرا هاد القرايه هادي راه لا يعقل صراحه. هذا هو البروبليم ديال اغلبيه ديال المدارس، هما لي بروف كيكونوا عيانين في لي ماتش برينسيبال. وهذا الشيء راه ما كيدولش على ان الاستاذ الا كان عيان انت راك ما غاديش تقرا، بالعكس راه القرايه كيقول لك تدرس خارج اسوار المدرسه. راه البروف عمرو ما غادي يعطيك كلشي غير باش تعرفوا هاد القضيه هادي، راه كيعطيك واحد شويه ولكن انت خاصك تمشي تقلب تبحث، تدخل اليوتيوب راه كاينين دي فيديو ناس كيشرحوا ما احسن من لي بروف ديالك. المهم خاصك تقلب تبحث. المهم النصيحه ديالي لكم الا كان عندكم شي بروف عيان حاولوا تدخلوا اليوتيوب، حاول تمشي دوز السوايع عند شي بروف اللي كتسمع صاحبك قال لك مزيان دخل عنده دوز السوايع. راه السوايع صراحه راه كينفعوا بزاف. انا السيمانه كامله كنت كندوز السوايع من اثنين حتى لحد، تخيلوا معايا حتى ديك الحكه ديال راسك ما كتقدرش تحك. والحسانه هي الاخرى ما بقيتش كنلقى لها الوقت باش نمشي نحسن غير بسبب السوايع. والحوايج صراحه اللي كيفيدوك هما لي زيكزامان اللي كيديروا لك لي بروف، صراحه هما اللي كانوا كيخلوني انني نمشي نبريباري مزيان ونحفظ. على ذكر الامتحانات استاذ داك النهار كان عندنا امتحان وكان واقف لي فوق من راسي وانا باغي نقول مع زاد شويه عاود رجع ويحصلني كنقول قال لي ما شافش فيه قال لي ودوي ناقص جوج ديال النقاط. مع زاد شويه ويلقى واحد الدري كتنقول بالبيسي قال لها انت حيد لها البيسي وقال لها انت غادي نسقطك انت يايا. قلت لي لا استاذ، قلت لي لا ما تسقطاش حيت الا سقطتي غادي تولي امراه ساقطه حرام. وهل يعقل يا معشر الشباب ان يسقط هذه الامراه وتصبح امراه ساقطه؟ دويوا الشباب دويوا. بحال ما كتبت موعظه وسط من القسم، الشباب كلشي كيشوف فيه بحال شي عرندس وبحال شي غضب نفر كيشوفوا فيه بحال هكا. مالو زمطتو الاستاذ ما قدر يحيد له حتى شي حاجه. كنضحك معاكم راه ما كاينش هادشي هذا. نرجعوا لموضوعنا شويه. انا كنت كنقرا في واحد المدرسه اللي بيبليك ديال المخزن. الفرق ما بين البيبليك والبريفي هو ان البيبليك الاستاذ راه ما كيتسوقش لك، راه ولا ما تقراش دبر راسك، الصالير ديالو راه كيجيه وداكشي اللي جبتيه كيحطوا لك، ما كيزيدوكش النقاط في البيبليك. خصوصا في المراقبه المستمره ديال الدوره الاخرى داكشي اللي جبتيه كيحطوا لك، عكس ديال البريفي
كينفخوا لك النقطه، كيحطوا لك واحد 18 ولا 19 باش تحاول تعاونك في الوطني. وصراحه ما نقدرش نقارن لكم ما بين البروف ديال البيبليك والبريفي، حيت انا ما كملتش في البريفي في الباك ديالي. واحد القضيه ابار بيبليك ولا البريفي، الا كنتي انت كتقرا وباغي تنجح ودايره في راسك راك غادي تنجح. المهم جا شهر جوج دخلت السويع، بدات الدوره الثانيه. الحاجه الزوينه اللي كانت عندنا لي بروف اللي كانوا كيقراونا هما اللي كانوا نيت، هما اللي كيدوزوا لينا السويع. كيمشي معاك على حسب البروغرام اللي كيقريك في المدرسه، هو نيت اللي كيمشي معاك على حسابه في السويع. حياتي لي بروف اللي قراوني في الباك، شكرا لكم بزاف. من وراها جا رمضان، كانت القرايه شويه صعيبه في رمضان مع الصيام والسوايع والقرايه، ومع كانت كورونا تاعي مع الباك ديالي اللي كنت دوزته في 2021، ومورا فطور ما كانوش كيخلونا نخرجوا في رمضان، وكانوا كيدوزوا لنا الاساسي ديال السوايع يعني شوف تكرفسنا حنايا ديال بصح صراحه. مي هادشي الحمد لله راه كنخرج بنتيجه. غير هو صراحه البريباراسيون في رمضان كانت زوينه ماشي ما زويناتش، مع كان كيبقى لك الوقت من ورا الفطور. هو فين كنت كنبريباري انايا، كنجبد وطنيات من جوجل، كنت شاري كتاب بحال ما هذا، ها هو فيه وطنيات بزاف، كاينين مكتوبه بزاف بحال ما هادو. صراحه هاد الوطنيات مزيانين تخدموا باش نهار يتحط لك الوطني تكون ديجا مولف على الوطنيات كيفاش كيتخدموا. على ما عقلتش راه دابا داز شي 3 سنين تقريبا، راه ما غاديش نعقل على كلشي، راه غير اغلبيه ديال الحوايج دابا اللي كنت تفكرهم. راه البارح انا ما عقلتش باش تعشيت، واقيلا شهر 5 في النص ديالو يمكن حبسنا القرايه وبدات البريباراسيون، وكنا كنتلاقاو حنا الدراري صحابنا باش نبداو نبريباريو. شوف البريباراسيون ديال الجماعه عندها الايجابيات وعندها السلبيات ديالها، غير هما السلبيات ديالها راه كثار من الايجابيات ديالها. من بين السلبيات ديالها هما انكم كتلاقاو كتبقى تضحكوا كترجع زيرو معلومه، وكيضيع لك وقتك ديال النهار كامل كون بقيتي فيه غير في الدار تقدر تبريباري 20 وطني في النهار، عكس فاش كتبريباري مع صحابك يلاه كتلقى راسك درتي وطني واحد، حيت كيجي واحد ما فاهم حتى شي حاجه كيجي معاكم، راه ما يمكنش يكونوا 3 فاهمين وواحد ما فاهم حتى شي حاجه، تبداو تبريباريو، حيت هذاك اللي ما فاهمش خاصك تعاود ترجع تشرح ليه من الاول، ومشات لك الوقت ديال كدا، وتعاود ثاني واحد اخر ما فهمش تعاود تشرح ليه. المهم شوف بريباراسيون ديال الجماعه ما ننصحكمش ديروها، بريباريو ريوسكم، او الا بغيتي تبريباري الجماعه ما حداش تفوت جوج ديال الناس الواحد، شي صاحبك يكون في التوا فهمتي ناضي تبريباري انت وياه. وكاين واحد البلان اخر اللي ممكن انكم تبريباريو فيه واللي كيسهل عليكم حسن ما تبقاو تلاقاو واحد يتعطل على واحد، هو ميت. راه كاين كيفاش تبروجتي ليكرون ديالك تمايا، وممكن تبقى تشرح لصاحبك تمايا وهو يشرح لك، وشي يشرح لشي بلا ما تبقاو تلاقاو وتبقاو تضيعوا الوقت بزاف ديال داك النهار. باقي كنعقل انايا ما بقات لينا واقيلا شي 15 يوم على الوطني تقريبا. صراحه شوف بديت كناكسيلي في بريباراسيون، ما بقيتش كنعس قهوه كحله حتى 3 الصباح. بديت كناكسيليري الخدمه لاطاك الوطنيات كنخدمهم، كنمشي نسول لي بروف صيفطوا لي الوطنيات القدام الجداد، جوجل كتقلب تفرج لي في ادردور كيضرب لك. شوف المهم كتاكسيليري في البريباراسيون ديالك، حيت راه ما بقى لك والو. الزبيب والتمر تا هو ضروري، والدعوات ديال الوالدين والصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه الاخوان كنصحكم بها راه ضروريه. كنا كنمشيو نسولوا البروف هذا الامتحان هذا اشنو غيتحط فيه، اشنو غينزل في هذا الامتحان هذا كاع، كيقول لنا ما كاين اللي غينزل قد الدموع ديالكم، وهما اللي غينزلوا قصف جبهات بوم. كانوا كيقول لنا شوفوا ما تخلعوا ما والو، داكشي كامل اللي بريبارينا لكم هو اللي غادي يتحط. صراحه لي بروف كانوا كيعطيونا الموتيفاسيون الكامله اللي عندهم، كاع ديك الطاقه السلبيه اللي عندهم داخل كانوا كيخرجوا لنا حنا انرجي بوزيتيف، كيعطيونا ديك الانرجي بوزيتيف الزوينه اللي عندهم باش نمشيو بواحد الامال لذاك الامتحان الوطني وندوزوه، يكون داكشي اللي غيجينا ساهل، واخا هو كيبان لنا حنا صعيب ولكن راه داكشي ساهل. وما حد لي بروف تقاتلوا معاك حتى الاخر وخدموا معاك راه حتى شي حاجه ما غادي تجيك صعيبه، كلشي غادي يجيك ساهل. ايوا ميدام زي ميسيو كتبقى لك واحد يومين على الوطني تقريبا، يكذب عليك الكذاب يقول لك شي واحد فاش تبقى لك يومين ارتاح مع راسك ما تبقى تقرب لحتى شي كتاب. لا سيدي سير استغل الفرصه، حفظ تقدر واحد اللعيبه ما راجعتيهاش مزيان هي اللي تحط لك الغد لي، سير راجع حد بقى عندك الوقت ما حدك سير تراجع. ومن بعد كتبقى تسنى تيتافيشاو لك لي نوط. تسنينا حنايا تقريبا شي 15 يوم ولا ما عرفت شهر، ما عقلتش مزيان وباقي عاقل على النهار اللي غادي يتافيشاو فيه لي نوط. كنت شاد التليفون كنتسنى في اوتلوك حتى تلاح لي النقطه ديالي شويه كيطلع لي واحد الميساج نلقى راك نجحت يا سيدي، وانا نمشي عند الدار بكل قوايه فرحان، مشيت عند الوالد وانا نقول ليه راني نجحت، ويقول لي شحال جبتي؟ قلت ليه جبت 11.33 ويدير فيا كنصاحبو غير يفرح لي ويدير فيا بحال ماك. قال لي هذه النقطة اللي فرحان بها، قال لي سير بحالك سير. انا الناس كنسمع فيهم ناجحين ب10 ومنوضين قربيله في الزنقه والزغاريت، وانا الوالد مشيت عنده ويدير فيا بحال ماك. والله الا دار فيه بحال ماك. قال لي سير بحالك، قال لي سير يزيد. ومن بعد شنو غدير دابا؟ قال لي هذه نقطة هذه دابا، قال لي
اودي على القرايه صافي. نجحت مع ديك الفرحه مو يجيو عندي واحد جوج دراري صحابي جاو عندي حتى للدار. مشينا احتفلنا معاهم جابوا الدقيقيه نشطنا فرحنا بلبلناها خلقناها. اكيد كتسائل اشنو درت من ورا الباك. ها سيدي شنو درت من ورا الباك، تا هو ديبلوم راني شادو سيدي كنجلس عليه بحال هكا وكنعاود لكم فيديو في يوتيوب بحال المهم الدبلوم هذا قريت في بي تي اس عامين. بغيتوني ندير لكم فيديو في يوتيوب على 2 زون كيفاش داز في بي تي اس خليوها لي في لي كومونتير. هكذا كانت الاكسبيريونس ديالي مورا الباك والله ينجحكم كامل وما كرهتش انا من هنا لشي شهر لقاكم كاملين عندي في لي كومونتير كتقول لي راه حنا نجحنا. تهلاو لي في راسكم والله ينجحكم كاملين.